يكتمل كل ما هو جميل في هذا المونديال كان لابد أن يفوز به سيد كرة القدم ميسي. نهائي خرافي لم نشهد مثله من قبل، ولكن قياسا بمجريات المباراة الأرجنتين تستحق اللقب. الآن ميسي يمكنه أن يعتزل الكرة من الآن، وليس فقط الاعتزال مع المنتخب، فقد حقق كل شيء. مونديال كبير، تنظيم محكم من قطر، تألق المنتخب المغربي، نهائي كبير بين فرنسا والأرجنتين. أخيرا الكرة تنصف ميسي. ساهم في تتويج الأرجنتين بكأس العالم. ثاني أكثر من سجل أهداف، أكثر من صنع هدف، أكثر من ساهم بالأهداف، أكثر من له تسديدات، أكثر من له تسديدات على المرمى، أكثر من صنع فرصا محققة لتسجيل الأهداف. رسميا كأس العالم يفوز بميسي، وتم الآن ختام كرة القدم للأبد، ولن يأتي على وجه البسيطة أحد يمكنه فعل هذه المسيرة العظيمة. شكرا ليو ميسي، شكرا ميسي، وإلى الأبد. تستحق أن تفوز باللقب، وغير ذلك سيكون عدم إنصاف لهذا الأسطورة. نجم المباراة، أفضل لاعب في كأس العالم بدون منازع، لولا ركلة جزاء مابي لكان ميسي هو هداف كأس العالم، ولكن هذا لا ينقص هذا الإنجاز العظيم. ميسي اليوم أثبت أنه الأفضل على مر التاريخ، أداء خرافي، ونال نجم المباراة 5 مرات من أصل 7، أكثر لاعب يفوز بالكرة الذهبية. كم نحن محظوظون أننا عشنا في عهد ميسي، كم نحن فخورون أننا قمنا بتشجيع ميسي. ميسي قدم لنا كلنا رسالة أنه لا مستحيل مهما كبرت في عمرك، السعي والقتال للأحلام، السقوط والنهوض مرة أخرى. حقيقة بدون أي تشكيك، ميسي هو الذي فاز بكأس العالم وليست الأرجنتين، وكأس العالم لن يرضى بغير ميسي في هذه النسخة. بدون أي مقارنة بأي لاعب، ميسي أثبت أن تحقيق الأهداف والأحلام محتاجة للصمت والاجتهاد دون أي ثرثرة على منصات الإعلام ومواقع التواصل المختلفة. هذا كأس عالم حقيقي لعبه ميسي بقتال وصمت وثبات وتحمل كافة أنواع الضغط المختلفة وعامل العمر دون شوائب، خصوصا في مباراة اليوم كان هنالك قتال حقيقي وعزيمة لتحقيق اللقب. جميع زملاء ميسي صرحوا إنهم لعبوا من أجل ميسي، داعمين له لأجل الاجتهاد في السنين الماضية وانتصاراتها. ميسي قدم للأرجنتين مسيرة أسطورية يفتخرون بها للأبد، لذلك وجب رد الجميل من اللاعبين والمدرب وجميع الشعب الأرجنتيني وجميع الداعمين لميسي حول العالم. القدر ينصفك إذا كنت مؤمنا بنفسك ومؤمنا أنك صاص. لا أجد كلمات أكثر إنصافا، لكن كلنا محظوظين أن عاشرنا عهد ميسي واستمتعنا بالمسيرة العظيمة هذه، ويبدو أن الكرة الذهبية القادمة لميسي مرة أخرى. هدت فرنسا، هارد مابي على الأداء والهدف الثاني العظيم. ميسي هو نهاية متعة كرة القدم عند اعتزاله. لم تكن مطالب بأن تثبت أي شيء. لم نتمنى أن تحمل كأس العالم لتثبت أنك الأفضل، فنحن محبيك وعاشقيك وحتى كارهيك والحاقدين يوقنون بأنك الأفضل في كل العصور. ساندناك لأنك لطالما أفرحتنا وتمنينا أن تحقق حلمك لنرى السعادة على محيك، لأنك كنت دائما سببا في سعادتنا. مبروك للعالم، مبروك لكرة القدم، مبروك لكأس العالم كالصورة بجانب كرة القدم بعينها. شكرا يا ابن المريخ. 6 نهائيات كوبا أمريكا، والأخيرة كانت الثالثة واللقب الضائع. 5 مونديات ونهائيين والمزيد من المصاعب، وفي الأخيرة لقب تاريخي. مثال للإصرار ومواصلة الحلم والعمل من أجل تحقيقه. هذا مثال على أنك بالعمل للجاد والصبر والإصرار ممكن تصل حلمك حتى لو في نهاية المشوار. شكرا ميسي لكل هذا الصخب والمشاعر الغامرة. شكرا لتلك المسيرة المضافرة ولكل تلك الليالي التي كنت سبب سعادتنا فيها. بعد الكثير من العناد وسوء الحظ في بطولات كأس العالم، أخيرا ميسي بصم على الكثير من الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم، تاركا بصمات من الصعب محوها. ميسي أكثر من لعب مباريات في تاريخ المونديال ب26 مباراة، أكثر من انتصر ب17 مباراة، أكثر لاعب ظهورا في كأس العالم ب26 مباراة، أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم ب75 صناعة، أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كأس العالم ب21 مساهمة، أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات في كأس العالم ب16 انتصارا.
أكثر لاعب قام بالمراوغة للناجح في كأس العالم ب126 مراوغة. أكثر لاعب تحقيقا لجائزة رجل المباراة في كأس العالم ب11 مرة. ببساطة هو ميسي.